الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وش قصة هذه القصيدة اللي تسببت في مقتل صاحبها؟ فهذه قصتنا اليوم في جزء العلي. قبل أن نبدأ لا تنسونا ولايك المتابعة، وبسم الله. في بداية قصتنا خلوني أقول لكم أبو المتنبي هذا من؟ أبو المتنبي ولد في الكوفة في 303 للهجرة، ويقارن 909 الميلادي، أو فيها 900 وشيء. فاسمه أحمد الحسين الجعفي، هذا اسمه، ولد في الكوفة. فيقول في يوم من الأيام، طبعا هو معروف بأنه شاعر فصيح اللسان، وعنده قصائد لا تعد ولا تحصى، وكلنا نعرف المتنبي أو أبو الطيب. ففي يوم من الأيام قال قصيدة يقول في مطلعها: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وسمعت كلمات من بها صمم. طبعا القصيدة طويلة وجبت ملخصها وأشهرها. فأول ما قاله مرت يقال الزمن أو الفترة، الكتاب ما قال الكلام، بس أنا أبى أجيب من عندي حدث العقل بما يعقل. فرسبنا عليهم كذا هجوم فجأة، فقام المتنبي يسوي انسحاب تكتيكي، خايف ما يبغى يموت، خايف على حياته. فقال له صبية، قال: دقيقة، أنت تبغى تهرب وأنت قايل قصيدة الخيل والليل والبيداء تعرفني وتمدح فيها قدام الأرض؟ يوم جاء وقت الحرب وقت الفعل قمت تجبن. فقام المتنبي قال: اشتنك صادق كذا، شاش رأس. يقوم يحارب ثبت مكانه حتى مات، وتسببت هذه القصيدة في مقتله. فبكذا عرفنا سالفة هذه القصيدة. بس الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ومع السلامة. يا رب اني الحق العزب عشان ما حد يعصب علي.